حتى نكون منصفين. صحيح. من كان مستشارا للشيخ بن زايد في السبعينات؟ مستشار الشيخ بن زايد عبد المجيد تبون. لا مش عبد المجيد تبون، عبد العزيز بوتفليقة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا بس هذا مغربي مو بجزائري، بس هذا مغربي، بس هذا مغربي. إذا بس لحظة، بوتفليقة مغربي مو بجزائري. لا جزائري. والله مغربي. لا جزائري. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى بوعمامة هو مغربي، بوعمامة الشيخ بوعمامة. لا تعطيه فرصة يروح بوعمامة بعد، بس بوتفليقة مغربي. لا إذا أنك تتكلم على وجدة جزائرية. من متى؟ أي سنة كانت جزائرية؟ إذا تتكلم على وجدة هي جزائرية. أي سنة كانت الجزائر جزائر؟ إذا تتكلم على وجدة متى كانت، أي سنة كانت وجدة جزائرية؟ أنا لا أرد. شوف، إذا كنت أنت مستعمر 900 سنة ولم تكن جزائر، فأي 900 سنة 900 سنة هكون منصفا. كن منصفا. تمام منصفا، خليها 700 300 مال فرنسي. لا هكون يا جاسم أنا بعطيك ثواني، احسب أنت احسب. أنا والله لا عندي أصدقاء استنى يا جاسم، والله عراحات زيادة. 130 سنة من الفرنسي، 400 من العثماني، 300 من الاسباني، كم صاروا؟ 830. وانا غلطان؟ ما بغلطان يا اخي. روح شوف احسب لي الاستعمار الاسباني كم. روح شوف اول مدافع. روح شوف اول. استنى هذا يرد عليك يا اخي. المدافع لو كانت تفيد ما كنت استعمرت اساسا. لو كانت لا حول ولا قوة الا بالله. المدافع هذه ماذا فادتك اذا كنت استعمرت 800 سنة؟ يا اخي يا جاسم، المانيا الدوله اللي كانت دوله وكذا واستعمرت، وفرنسا التي كانت دوله واستعمرت انت وين يا اخي؟ الغالي انت وين يا غالي؟ تكلمنا عن الوجده. شوف الحين انت ما قلت استعمرت 800 سنه، تمام. كم استعمرك الاسباني؟ كم سنه؟ الاسباني لم يستعمر على الجزائر، استعمر يعني. اعطيني انت الذي تعرف التاريخ. لا قوة الا بالله. كم استعمرك؟ ما قلت لك استعمر جزء العلوي ولا السفلي. كم استعمرك من سنة؟ لا هكذا يعني لا تكون منصفا بالتاريخ. هذا تأويل. القطعة اللي استعمرها الفرنسي او البقعة الاسباني او البقعة اللي استعمرها الاسباني، انا حددت لك السؤال. كم سنة؟ نعم كثير. كم سنة؟ 400 سنة. 400 سنة. العثماني احتل الجزائر كلها ولا جزء منها؟ يعني كلها. كم سنة؟ يعني تقريبا 200 سنة. 400 سنة. أنت غلطان. 400 سنة. أوكي. 403 سنوات بالضبط. الفرنسي كم؟ 132 سنة. 132. صرنا في 846 سنة من الاستعمار، لأنه الاستعمار هذا 840 سنة. طول الله بعمرك. قادر أنه يمحي الهوية ويختلط فيه الأجناس ويتوارد الشعب مع المستعمر، وأن تمحى الثقافة ويمحى التاريخ وتمحى دولة عن بكرة أبيها وتتوحد ثقافة جديدة وتطلع ثقافة جديدة. وفي هذا التاريخ لم تكن وجدة في الجزائر، كانت وجدة في المغرب إلا يوم جاء الاستعمار الفرنسي. وحتى لو كانت في الجزائر، فبوتفليقة لما ولد في المغرب على أساس أنه وجدة مغربية، ولم يولد في أساس أنه وجدة فرنسية، لأن في هذا التاريخ كانت الجزائر مستعمرة من طرف فرنسا، وقبلها كان العثماني، وقبلها كان الإسباني. فهذه المدافع اللي كانت عندك لم تفيدك في شيء، حتى لو تحط فيها بهارات أو بخور أو شيء تدخن فيه على أفريقيا لم تفيدك بشيء، لأنك واحتليت وطمست هويتك. ولذلك اجت أسماء جديدة، لأن أبو عمامة، خلي أبو عمامة جنب بعدين بعطيك قصة أبو عمامة. هذا ابو حماره، وهذا ابو بغله، وابو نيف، وشنقريحه، وقحيبه. هذول اسماء جت في العهد الاستعماري، لان لما تسال عن جده السابع يقول لك انا ما اعرف، جدي الثالث انا ما اعرف، جدي الرابع ما اعرف، لان كان في شيء واحد اسمه الداي حسين وكان العثمانيين. انا بعطيك مثال بسيط. اذا التركي هذا العثماني ولد في وهران، تمام، ولد في وهران، لما يصحى يحصل جزائريين جنبه، يتكلم جزائري ويتكلم معاهم وهراني، يتكلم وهراني بالدارجه الوهرانيه، يروح عنابه ويسكن. كيف تعرف انه تركي؟ ما تعرف انه تركي، صح ولا لا؟ ايوه صح. راح سكن في عنابه وكبر مع عنابه، يجي يقول لك انا جزائري. بس هذا كما هو موجود في الامارات، يعني من الوفود والجاليات الموجوده وليست تعايشت.
من هنود وبنغال وفلبينيين. هذا الهندي وكذلك يعني يتأقلموا مع يعني ثواني في فرق. نعم. الهندي لما يجي ما يتجنس. يعني شيء طبيعي. احنا ما تجنسنا، ما عندنا اجناس. هذا الهندي معروف اصلا، جانا عرفناه انه هندي وعنده رقم تسلسلي وطني، حتى لو تجنس يبقى هندي. بس هذا نعم. التركي ولد في وهران وتربى في عنابه ويتكلم جزائري، مستحيل تعرف انه تركي. انت يعني انت مخطئ في هذا الشأن. بسيطه. انت مخطئ في هذا الشأن. انت لما انا كنت في الامارات يا اخي جاسم، انا كنت في الامارات يا اخي ما دخل الاستعمار. ودرست في الامارات ودرست في الامارات. هاي استنى اعطيك لمحه. أيوه. انا درست في الامارات وبعرف الامارات وبعرف يعني الدولة العميقة في الامارات. وقلت لك باللي اذا تريد الدليل اني الان اصور لك يعني اين كنت موجود. يعني انا ما خصنا عطى المفيد ما هو، تفضل. يعني اعرف الامارات جيدا. المفيد من بائها الى تائها. المفيد اختصر، ما هو المفيد؟ يعني بعرف يعني لا يعني كذا ولا كذا. وعندي اصدقاء يعني وش بدك توصل؟ وعندي اصدقاء اماراتيين انا ما هي فائده، ما علاقه هذا بالتركي الذي ولد في عنابه وربي في وهران؟ لا انت يعني انت والله لانك مخطئ. اوكي صحح لي زين، صحح لي. كل الدول العربية تعرضت للاختراق المجتمعي. هذا ليس بقولي انا، هذا حتى بقول يعني العلماء. اخويا الحين الغالي، انت نقصت من وهران وعنابه، رحت الامارات، رحت الدول العربيه، عطني ما علاقه هذا بالامارات. مين انا فقط ذهبت الى ماذا؟ ذهبت فقط الى الامارات فقط. اخوي نعم صافا انا انهزمت امامك. انت رحت لي البلدان الثانيه اللي متجنسين واللي جالسين، دخلت لي الامارات، قلت لك عطني شيء عن الامارات، ما اعطيتني شيء. قلت على الاقل انت اعطيت اعتراف للجزائر على انها دوله ضاربه في التاريخ، لما قلت لي انه احتلها الاسبان واحتلها كذا واحتلها العراق. مضروبه في التاريخ، مو ضاربه في التاريخ. الجزائر دوله قائمه منذ يعني عهد نوميديا، وتعرضت للاحتلال وتعرضت كذا احسن من بعض الدول التي اقيمت يعني في الوقت الحديث وصنعت في الوقت الحديث، وهي دوله وظيفيه، دوله صناعيه حديثه امتزجت ب يعني الصهيونيه اكثر. يعني على الاقل يعني احنا يعني عندنا يعني تاريخ، وعندنا يعني شيء يعني في التاريخ، ضارب في التاريخ. هذا الشيء يعني الحمد لله ونعترف به والحمد لله. وهذا يعني شهادة العدو قبل يعني شهادة الصديق يعني. والتاريخ نعرف التاريخ جيدا. يعني هذا اعتراف على لساني. شكرا. هذا اعتراف على لساني صحيح. يعني سمعتني لما قلت لك ان هذا اللي ولد في عنابه وربي في وهران نسموه كرغولي، معناته انت تعترف باعترافي. خلاص شكرا ابو عمامه. لا مش مش بهذه. انت هذا الشيء اللي قلته، هذا الشيء الوحيد اللي قلته. انا قلت لما لا انت قلت احتلها، ربي في عنابه وكبر في وهران ما نعرف. ثواني بعيد لك كلامي مره جديد. هذا اللي قلت له، قلت هذا نسمونه كرغولي، ما نعرف اصله، لان هذا تركي ولد في الجزائر ويتكلم جزائري. انت تتكلم مع شخص، لو تكلم معك مده ساعه يعني اجعل ذاتك وهويتك كل الجزائريين وثقافتك ثم قال ماذا؟ لا احمد انا اعرف ثقافه الجزائر، كلهم مثقفين ما شاء الله. والخير دليل انك الحين انك بعد 800 سنه في الاستعمار بعدك تقول دوله وضاربه في التاريخ. اللي ضارب في التاريخ ما تكون عنده اطول مده استعمار في العالم. اللي يضرب في التاريخ اللي يضرب في التاريخ مو بتكون عنده اطول فتره استعمار على وش الكره الارضيه. انت مضروب في التاريخ. انت اكبر دوله ضرب فيها التاريخ، ضربها التاريخ، ضربها. اذا كنت دوله اساسا ما في شيء، انت ما لم تكن اساسا، انت في الوجود لم تكن. انت لما دش عليك الاستعمار الفرنسي حصلكم 9 ملايين اساسا، 9 ملايين، النص تركي ونص اسباني مختلطين مع بعض. دولتكم كانت في نص افريقيا يتضاربون فيها،
بس كل واحد يسلم المفتاح للثاني. حتى العثماني لما عطى المفتاح لفرنسا. الجزائر أكبر دولة مساحة في ما إفريقيا. نتكلم عن المساحة استنى أعطيني كلمة ثم تكلم. لا يقال لك إنه الحديث المحجج يعني يكون خير دليل على ذلك. أعطيني كلمة ثم تكلم على راحتك. بس ما دخل المساحة في التاريخ. بس لا تخلط المواضيع. لا تخلط المواضيع، ودك تحاور لا تخلط المواضيع. ما دخل المساحة بالموضوع. أعطيني كلمة ثم تكلم. بس لا تخلط المواضيع، بعطيك كلمة إذا تحدها في التاريخ وما تدخلني أنا في المساحة. يا كثرهم طيزهم كبير بس راسهم فاضي، وش دخل المساحة في الموضوع؟ أنا لا أسب ولا أقول كلمة سب يا مو. إذا ودك تتكلم في موضوع احصر نفسك في التاريخ. المساحة أنا لا أقول كلمة سب لأنني ابن شريف وشريفة. اللي ابن شريف ما يقول لك أنا ابن شريف. اثبت أنك شريف بدون ما الحمد لله. اللي شريف ما يقول أنا شريف. اللي شريف يتكلم بالوضوح. الجزائر أكبر دولة مساحة في الدول العربية. وماذا استفدت من المساحة؟ استنى. الجزائر أكبر دولة مساحة ولها تاريخ ضارب، وهذا ليس بشهادة يعني شهادتكم أنتم. أنت يعني أنت عطني لا خليك من شهادة. أنا شهدت لك أن الكراغلة موجودين بكثرة عن الجزائر الأصليين، بس أنت الحين عطني شهادتك كيف ضاربة في التاريخ مثلا. ضاربة في التاريخ منذ القدم. أي قدم؟ أنت الاستعمار محاك ما عاد في شيء. أنت الحين فرضا شوف بعطيك شيء، بعطيك حط قطيع غنم، تمام؟ قطيع غنم، حط مثلا 100 قطعة، 100 راس غنم، حط معاهم عنز من الماعز ذكر، وتعال ارجع لهم مع 130 سنة، والله بتحصلهم كلهم ماعز، تحصلهم كلهم صاروا ماعز، ما في غنم، ما في. او انك تحصل النص ماعز ونص غنم مختلطين الوان. اعطيك مثال ببساطة. اعطيك مثال. انت تقول لي امريكا دولة عظمى الان. منو قال لك امريكا الحين؟ هذا ابوي منو قال له جماعة انا جمعت امريكا؟ انا جبت اعطيني دقيقة ما علاقة امريكا بالماعز. اعطيني حقي من الكلام اذا كنت يعني اعطيني. انزل تحت اخوي، انا صدعت راسي. ما علاقة امريكا بالماعز الحين؟ انا ذكرت امريكا يا جماعة الخير. هم بيقول لا هو يبغى يشرح لك انهم هم كانوا قبل امريكا، يعني فهمت؟ الولايات المتحدة الامريكية الحين اللي فارضة التأجير على المغرب، هذا ابوي ايش دخلهم من الماعز في الموضوع؟ انا اتكلم عن الماعز والغنم وهو قال لي امريكا. اعوذ بالله. وما يعني من تحت لا بدك يعني ذكي تمر عليه. حنا افضل من دول توها تاسست في السبعينات وصهيونا وصحينا وما يعني الحين انتم كل الناجحين عندكم يعني لازم يكونوا متصهينين. انت خائن. تمام انا خاين تمام. شكرا يا تشيكور. يا الرخص يا ماني بعدين وتسبني. وش استفدت الحين مثلا؟ يا ابني يا اخي مثلا ماذا استفادت الامه الحين من سبك؟ طلعت فوق الحين تسبني، ماذا استفدنا الحين؟ قلت شيء قلت شيء ما قلت شيء، سبيتني عادي. انا بسبك، انا رخيص صهيوني عميل متصهين، انا بوفر عليك خلاص. يعني انت ماذا تغير فيني؟ انت ماذا قدمت للامه؟ شيء انسان لو سبني واحد من امريكا مثلا او على قولتك والله لو سبني اسرائيلي يمكن ازعل، اقول على الاقل هذا شيكور. بس انت ابوي ايش فيك؟ جاسم والله صدق يعني. جاسم صار لي 4 شهور وانا اخوك خاطري احفظ جمله مفيده من الجزائريين ما حفظ. ما تحفظ شيء واحد، تحفظ الجزائر كبيرة عليك. الله يرحم الشهداء. الجزائر قاره برك نسقسيك هالخرابيط بس. شيء ثاني ما تحس، وما في الا نيكو 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 نيكو. بس هذا الاشياء اللي يقدرون يسبونك ويطلع ويقول لك يا اخي يا جدك يا جدك.